السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة من الشعب المصري بأكمله إلى الشعب السوري الشقيق الذي لا يعلم عنه شيء إلا الله. اعلموا أنه إذا كان قد منع الإعلام من توصيل رسالتكم وتوصيل موقفكم وتوصيل معاناتكم فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الرسالة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينزل عليكم نصره يعني في بين غمضة عين. ويعني إن الله سبحانه وتعالى يمحص القلوب الآن ليعلم من الذي جاهد حقا ومن الذي سيواصل. وربنا سبحانه وتعالى يبلوكم يتخذ منكم شهداء. اصبروا واستخدموا كل الوسائل المتاحة واستعينوا بالله سبحانه وتعالى. وأذكركم اصبروا وصابروا ورابطوا. الله عز وجل يقول اصبروا وصابروا لأن هذا هو الهدف من الابتلاء. الابتلاء ليس شيء سهل إلا على من يسر الله عليه. فأنتم الآن في الابتلاء فاصبروا، اثبتوا لله عز وجل أنكم جنوده وأنكم صابرون وأنكم تسعون لتحرير هذا الوطن حتى تعيشوا في حرية وكرامة كما خلقكم الله سبحانه وتعالى به. قد سبقكم الشعب المصري إلى هذا النصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وأبشركم إن شاء الله بأن تلحقوا به بإذن الله. وقد سبق وإذا كنتم تظلمون من نظام فاسد لا يعرف قيمة الإنسان فقد سبقكم بها نظام فاسد بل أفسد من 30 عاما. أنتم الآن في أشهر ثورتكم في أشهر. نحن نقتل كشعب مصري منذ 30 عاما أو أكثر. فاصبروا اصبروا. إن الحرية ثمنها الدعاء، ثمنها الدماء، ثمنها استشهاد، ثمنها صبر، ثمنها جهاد. الرسالة الثانية إلى الشعب اليمني. شعب يراد به الآن بعدما صبر يراد به الآن فتنة وحرب أهلية. لا، إن جموع الشعب الكريم في ساحات التغيير في ساحات اليمن كلها والله إنها لتفرح، والله إنها لتبشر بما هو أكبر من الحرية. تبشر بقيمة الدول والجزيرة العربية، تبشر بقيمة الإنسان، تبشر بما هو آت بإذن الله. إن الغرب وأعداء العرب وأعداء الإسلام ينظرون الآن منبهرين متفرجين، ينظرون ماذا سيعملون، يخططون لما بعد حريتكم. مش بيخططوا دلوقتي، بل بيخططوا لما بعد ذلك للحرية، لأنهم يعلمون أنكم ستنصرون وهذا النصر بإذن الله. فاصبروا ولا تنخدعوا بأحداث زائلة وتقوموا بحرب آلية. الشعب اليمني أوعى من ذلك بل أكبر من ذلك. لن تكون هناك حرب أهلية بإذن الله، لأن هذا الشعب كون سبيكة باختلاف اتجاهاته، كون سبيكة تقول الشعب يريد إسقاط النظام. الرسالة الثالثة إلى الشعب الليبي الشقيق الجار، أقرب جار لنا. والله إن الله معنا. ورسالتي إليكم مثل رسالتي إلى الشعب السوري واليمني. فاصبروا اصبروا اصبروا إن النصر آت. الله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالخبيث كثير في دولنا ومنطقتنا، فالله عز وجل يطهرنا من هذا الخبيث. الخبث كثير جدا، فالله عز وجل يخرج من بيننا كل خبيث بتصرف أو بكلمة أو بموقف أو بمظهر. هذا كله يظهر الخبث الذي كان بيننا. فاصبروا لأن الخبث كثير جدا.
وبصبركم بإذن الله، وصبرنا نحن الشعب المصري وكل شعوب المنطقة كلها بإذن الله ستخرج من بيننا هذا الخبث والخبث واللؤم، لأنه كان مخطط لنا أن نعيش في أقل من ذلك من مستوى، وأن نكون أذلاء، وأن تكون لقمتنا بيد غيرنا رغم أن ثمنها مدفوعا بعرقنا. فبإذن الله النصر قادم، وأوصيكم وأوصي كل الشعوب وأوصي كل إخواني وأخواتي بالصبر واحتساب الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، وأن نتمنى جميعا الشهادة ومعا للبناء. فهذه الثورات ستعقبها فترة بناء كبيرة بإذن الله ستتحقق فيها آمالنا جميعا بإذن الله، والله معنا والله نصيرنا والله أكبر ولله الحمد.